السلام عليكم ورحمة الله. معاكم قيدون. كاينين أساطير كتولد من الخيال، وكاين أساطير كتولد من الخوف، ولكن القناطير ماشي غير أسطورة. هذا الكائن اللي نصفو إنسان ونصفو حصان ما كانش بين الإنسان مجرد خرافة، ولكن شهادات تكرارات عبر قرون، من اليونان للرومان حتى شمال أوروبا. والمثير في الأمر كل الشهادات كتشير لنفس الشكل ونفس السلوك ونفس الوحشية. اليوم غادي نهبطوا لقاعة الأسطورة وغادي نسولو سؤال واحد: واش القناطير كانوا فعلا كائنات حقيقية ولا غير قصة باش تخوف بها الدراري الصغار؟ واللي مهتم بسماع قصص أو تجارب ما وراء الطبيعة خلي معك سبسكرايب وجيم وفعل الجرس، حيت هادشي مهم بالنسبة لينا. أقدم ذكر للقناطير ظهر في اليونان. الناس في ذاك الوقت قالوا باللي كانوا كيشوفوا مخلوقات غريبة وسط الغابات الكثيفة، ماشي مرة ولا جوج، الشهادات كانوا كثيرة. واحد الفيلسوف إغريقي قال بأنهم ماشي بشر وماشي حيوانات، ولكن مخلوقات كتجري في الغابة بحال الريح، عيونها حمراء فوق وجوه ديال البشر. الغريب في الأمر أن هذا الوصف اللي عطى الفيلسوف الإغريقي ماشي غير خرافة مكتوبة في مخطوطات حقيقية كترجع قبل الميلاد بقرون. وشنو الأكثر غرابة أن نفس الوصف بان بعد مئات السنين عند الرومان، يعني ماشي مجرد قصة كتبان وكتختفي. وكاينه واحد القصة قديمة بزاف والقليل اللي كيعرفها، قصة عرس بيتروس الملك اللي عيط للقناطير باش يحضروه، ولكن ملي شربوا فقدوا السيطرة وبدات واحد الفوضى عمرها كانت. الرواية كتقول أن القناطير كانت كتجري بنص بشري فوق نص ديال الحصان وكيهجموا على البشر بطريقة غير طبيعية. هذه القصة اليوم كتعتبر أول تقرير قديم على السلوك العدواني ديالهم. في بداية القرن العشرين واحد الباحث ألماني لقى الهياكل العظمية مشوهة في واحد المغارة في اليونان. الهياكل كانت متكسرة، ولكن الغريب أن نصف العلوي بحال الإنسان ونصف السفلي فيه عظام كتشبه العظام الخيول. هذا الاكتشاف بقى غامض حيت ما كانش كامل باش يتأكد، ولكن في 1997 فريق آخر لقى هيكل مشابه بجبال أولمبوس، وبقى نفس السؤال كيتعاود: كيفاش نفس التشوهات كتعود في بلايص مختلفة؟ اللي مفاجئ أكثر هو أن الأسطورة موقفتش في اليونان، عند قبائل أوروبا الشمالية خصوصا في النرويج كانوا كيهضروا على مخلوقات كتضرب بحوافر الأرض ولكن عنده يدين ديال البشر. وكاين حتى رسمات على الصخور كتصور كائنات نصف بشر ونصف حصان. شنو أكثر رعبا؟ الرسمات قديمة بزاف، أقدم من الأسطورة اليونانية بنفسها. أول شهادة كانت في 1954 شمال بلغاريا. واحد الراعي سمع صهيل ديال الحصان وسط الغابة في الليل، وملي قرب شاف شي حاجة كتحرك وسط الظلام. التقرير ديال ذاك الراعي على أنه كان راجل، ولكن رجليه ماشي ديال البشر وكانوا طوالين وكيضربوا في الأرض بحال الحوافر. وكمل باللي هذا المخلوق هرب وسط الغابات بسرعة خيالية. هاد الشهادة بقات معروفة عند المحليين، ولكن ما خدها حتى واحد بجدية. واحد الشهادة أخرى في جبال مونتينيغرو في صربيا في 2004 مجموعة ديال المتنزهين شافوا مخلوق غريب كيتبعهم من بعيد، كان كيمشي فوق أرباح ولكن عنده صدر ديال الإنسان. العائلة اللي شافته قالت حيت المسافة كانت بعيدة ظنينا حصان، ولكن ملي وقف بين الوجه ديالو وكان وجه رجل. هاد الشهادة بقات مشهورة، ولكن السلطات فسرت الأمر على أنه حيوان مشوه. ولكن الناس اللي كانوا تماك باقيين اليوم كيقولوا ما كانش حيوان وما كانش إنسان، كان شي حاجة أخرى. بعض الباحثين كيفسروا أن يمكن القناطير كانوا نوع قديم من البشر والخيول تزاوجوا، ولكن هذا الشيء علميا مستحيل. والبعض الآخر كيقول ربما كانوا قبائل بشرية كتلبس نفس السفلي ديال الحصان باش ترعب العدو، ولكن هذا الشيء ما كيشرحش السرعة ولا الحجم ولا القوة اللي توصفات بها. وبعض علماء الأنثروبولوجيا كيرجعوا لأصل الأسطورة لقبيلة إغريقية قديمة كانت كتعامل الفرس بحال شي كائن مقدس. وكاينه واحد النظرية أخرى كتقول باللي دخول الأسطورات الإنسان والفرس مرتبطة بالثقافات في القبائل الإغريقية ما كانش كتعرف ركوب الدواب، ومنين شافوا لأول مرة شي بدو كيركبوا فوق الخيل تخلطات عليهم الصورة وبداو كيصور واحد المخلوق نصفه إنسان ونصفه الآخر فرس. والمعروف تاريخيا وأن أول ترويض الخيول كان في جنوب ديال آسيا الوسطى اللي هي كازاخستان اليوم. وبالطبع من الناحية الدينية كاين واحد الرواية كتقول أن سيدنا إسماعيل دعا الله باش يسهل على البشر ترويض هذا الحيوان القوي باش يعاونهم في السفر وحمل المتاع.
ولكن مؤخرا لقى العلماء الآثار والرسومات على الصخر في بعض المناطق في أستراليا وفي جنوب إفريقيا كتصور كائنات شبيهة بالقناطير. ووفقا لبعض العلماء الأستراليين والإنجليز من المحتمل أن المخلوقات تكون عاشت فعلا جنبا إلى جنب في قبائل بدائية قبل أكثر من 32 ألف سنة. وصلوا العلماء النتيجة وحدة كتقول أن هذا الإنسان البدائي صعيب يرسم شي حاجة ما شافهاش بعينيه، وهذا كيخلي احتمال وجود مخلوقات الإنسان الفرس في العصور الغابرة احتمال ماشي بعيد بزاف. واللي كنرجعوا ليه في الأخير هو سؤال واحد: كيفاش نفس المخلوق كيبان في حضارات مختلفة في قرون مختلفة في أوصاف متطابقة؟ واش يمكن فعلا كانت الكائنات من نوع آخر، كائنات عاش في عزلة في الجبال واختفت، ولا يمكن مازال كاينة، ولا كان كل شيء مجرد خرافة؟ فكيفاش نفس الخرافة كتعاود تظهر عبر التاريخ مع شهود مختلفين بلا ما يتلاقاو مع بعض؟ في الغابات الكثيفة وفي الكهوف اللي ما كيدخل حتى واحد، وفي الأماكن المعزولة اللي ما كيعيش فيها لا إنسان لا حيوان، ويمكن القناطير مازالوا كيدوروا في داك البلايص، وغير حنا اللي ما بغيناش نصدقوا هذا الكائن واش كاين ولا لا. وفي النهاية أنا قيدوم، كنجي في صمت، كنحضر ملي كيسكتوا الناس، كنهضر فاش القلوب كتسد، كنسكن في حكايات اللي ما بقاوش يقولوها، في أسماء اللي كتحيد الملفات، في الناس اللي مشاو ما خلاو حتى آثار، غير قصص كدوي عليهم بالليل. وكل مرة كنرجع كنخلي لك باب محلول، وفي كل باب كاين شي حاجة كتسناك. ما تنساش الخيال هو وليد الحقيقة. خلي معاك سبسكرايب حيت هي مهمة بالنسبة لينا. أنا قيدوم، وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نشوفكم في موضوع جديد.